بصي كده الزمالك هيلبس من تيمبو. تيمبو؟ ايه تيمبو ده؟ تيمبو يا بنتي شركه مصريه هتعمل للزمالك تصميمات تحفه. طب بصي انسي تيمبو خالص، الزمالك هيلبس من شركه زيت. زيت؟ ما تهزريش، نيلي كريم بنفسها؟ ولا تيمبو ولا زيت. عايزين تعرفوا الزمالك هيلبس ايه؟ كملوا معايا للاخر. انا حنان عمر and this is قطايف ولطايف. الزمالك اعلن رسميا عن تعاقده مع شركه نايكي العالميه عشان تلبس الفريق في الموسم الجديد. تعاقد مهم جه بعد 4 سنين كان الملكي بيلبس فيهم قمصان من شركات محليه زي تيمبو وزيت واللي ما كانوش على قد طموح الجماهير. تعاقد الزمالك مع نايكي جه عن طريق شركه سبورت لينك، اكبر وكيل لنايكي في الشرق الاوسط. التعاقد هتكون مدته 3 سنين. نايكي هتكون فيهم مسؤوله عن جميع ملابس الفرق الرياضيه في النادي. كمان قميص الفريق الجديد هيكون معبر عن هويه الزمالك، يعني اللون الابيض والخطين الحمر. والجديد اللي هيعجب الجمهور ان نايكي هتحط ال5 نجوم بتوع بطولات افريقيا على تيشيرت الفريق الجديد. التعاقد مع نايكي هو اول ملف ينجح فيه جون اتو المدير الرياضي الجديد للنادي قبل حسم ملف المدير الفني والصفقات الجديد. نايكي هترجع الزمالك من تاني لهويته في القمصان الشيك الملفت، والتعاقد بيعتبر خطوه في مسار التصحيح للموسم اللي جاي. ولحد ما يظهر القميص الجديد خلال ايام اشوفكم في قطايف ولطايف جديده. سلام.